مساء الخير. فتحية الحداد من الكويت. شخصية بو شداد ذكرتني في بيل جيت، واحنا اليوم الصبح كنا نتكلم عن مسرح الخليجي والمستقبل. فاحنا العودة هذه البعيدة إلى التراث هل كانت يعني مسبب يعني في لها أسباب إن احنا ما نتناول الحاضر؟ يعني حتى أيام كورونا شفنا أن في هيمنة اقتصادية من خلال شركات أو مختبرات تسيطر على المصل. فليش يعني نروح حق البحارة بينما عندنا احنا قضايا معاصرة؟ الشيء الثاني، لماذا لجأ النص أو العمل إلى الراوي أو إلى السرد وهو عمل رواية بينما احنا عندنا عمل درامي؟ ليش إن الراوي يعلق على المشهد؟ احنا جمهور نفهم الحركة أو نفهم الحوارات، فالراوي كان كأنه يشرح المسرحية. فهذا انطباعي عنها. شكرا. شكرا لك. تفضل. ناخذ مداخلة أخرى ونكتفي بهذا. يعطيكم العافية. ميس زوي من الأردن، مخرجة وممثلة مسرحية. بداية يعطيهم العافية جميعا فريق طاقم العمل، لأنه كل جهد مبذول لازم أنه يشكر. مع بعض الملاحظات برأيي الشخصي، كان في رتابة بالعرض المسرحي، الإيقاع كان بطيء مع دخول الراوي طول فترة العرض المسرحي بدون وجود أي مبرر لوجوده، حتى بتفسيره ممكن نحكي بالأحداث أو التسلسل الدرامي. الجزء الأكبر كان من العرض بيعتمد على إضاءة الجنرال، ما كان في كثير تنوع. كمان في المواهب، مواهب شابة جيدة، بتمتلك مواهب يعني عندها حس جميل، بس كان في هناك نوع من مونوتون بأصوات بعض الممثلين وخصوص الفتيات. الموسيقى المصاحبة كانت للمونولوج اللي هو الماستر للمونولوج الفتيات، اللي هو كان نوع من استجداء العواطف، ما كان في حس داخلي جواني للأداء. ويعطيكم العافية وشكرا. شكرا لك.